السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتوا عند أكرم، حياكم الله. اليوم كلامي عن الإدهانات. كثير ناس سألوني عن أنواع الإدهانات وإيش اللي إحنا بنستخدمه بالمعادن. راح أتكلم أنا من واقع تجربتي السابقة. طبعا كثير منها كان يفشل معي الإدهان، كثير كان يكون صعب، في منه كان ما يشتغل صح. فراح أذكر شوية تجارب من اللي أنا اشتغلت فيهم وعن أنواعهم او اصنافهم اكثر من الانواع. يعني ما حذكر اني الشركات اللي بتصنع الادهان، شركات كثير وانواع كثير، لكن ايش حذكر الاصناف. وخلينا نبدا باول صنف، والنوعيه الاولى اللي هو دهانات الجدران. طبعا في داخلي في خارجي، وفي نوعيه بلاستيك ومش عارف ايش. طبعا انا ما عندي اي خبره بدهانات الجدران ولا لي اي خلفيه عنها. بعرف ادهن بشكل بسيط، يعني عندي هاي الغرفة أنا دهنتها ورجعت نشت من الموية. اجى مطر عندنا كثير في جدة فدهانات الجدران بشكل عام أنا مالي فيها، بس راح أتكلم عن دهانات المعادن. الصنف الأول اللي هو الدهان الزيتي. الدهان الزيتي اللي مكتوب عليه دهانات زيتية تحتاج تنر بارد أو كاز، أو بنحط معها البنزين. طبعا إيش هاي النوعية بيميزها؟ إنها بطيئة، يعني ما بتنشف بسرعة، تاخذ وقت طويل لحتى تنشف هاي النوعية. تقدر تسويها بالفرشاية، تتجانس بسرعة البوية أو بالرولة، وكمان بتنفع بالرش. بس إذا كان رش كانت إذا قريبة بسرعة بتسيح، بتطول، بتمسك غبار، لازم يكون المكان مغلق. رخيصة، أرخص من غيرها، لمعتها أفضل. أنا والله جربت بأكثر من شغلة كويسة نوعا ما، يعني بتفي بالغرض. إذا الواحد عنده مثلا باب، عنده شيء بيقدر يدهنها سواء بالرولة أو بالرش أو بكل شيء، بس بيكون حذر بالرش. قربت إيدك تلاقي سيحت البوية، عجقت الدنيا وفي عندنا هاي البوية اللي هي بسموها الدوكو أو الديكو. بوية سريعة الجفاف، قوية، بيستخدموها للسيارات كمان. طبعا اللي بيستخدم معها التينر الحار اللي هو الأكريليك تينر، بسموه تينر ناري أو تينر حار. طبعا هو بارد، ترى أبرد من البنزين والكاز كملمس يعني. بس هم ايش بيسموه حار ما بعرف، بس انه تينر حار، وبسموه بويا ناري او بويا حار. هو يستخدم هذا للسيارات، بس في بويا السيارات تختلف نوعا ما. بويا السيارات بنحط معها مجفف، بنحط معها مثبت لون، بنحط معها لكر، بنحط طبقات مش عارف ايش. مالي خبرة فيها. بويا السيارات كمان هاي شغلة ماليش خبرة فيها، بدها معلم مختص. لكن هاي البويا اللي هي الدوكو بيقدر اي واحد يشتغلها. الزيتي بيقدر اي واحد يشتغلها. الدوكو ايش بيميزها؟ هاي اهم ميزة لها انها سريعة الجفاف، يعني فورا بتنشف، ما في شوي بتحلها ولونها قوي. يعني الكمية الصغيرة منها بتفرش مسافة كبيرة من المكان إذا حليتها بالتينر. وممتازة، أنا جربتها ممتازة. إحدى سيئاتها إنها ما بتعطي نعومة، بظل هيك زي الخشنة، واللمعة تبعتها ما هي قوية. طبعا مو مثل لمعة اللي هو الزيتي. الدهان هذا البوية هاي اللي هي بوية السيارات أو بوية الدوكو، يفضل دائما الرش، لا يفضل الفرشة أو الرولة، لأنها بتجف بسرعة، بتصير تخرب مكانها، بتعمل زي الخطوط، ما بتعطيك تجانس عالي لأنها بسرعة نشفت. ما بين هاي تتأخر بالجفاف فبتتجانس فورا، تعطي طبقة لامعة وملسة. هاي لا، بيعطي خشونة، تمشي حالها بالرولة بالفرشة، بس ما بتعطيك الجمالية العالية. الرش أفضل له. طبعا الرش بكون بمسدس رش، هذا نوعيته طبعا تعبانة، ما اشتغلش معي بالأداء كويس. مسدسات الرش أنواع كثير كمان، وفي الكمبرسر الرش تقدر ترش بالكمبرسر. وفي النوعية الثانية القطعتين، أظن هذيك أفضل، أفرجيكم إياها. هاي القطعتين هاي أفضل من النوعية ذيك اللي قطعة واحدة. أنا جربتها هاي وكانت ممتازة. هاي يعني الواحد بده يرش عنده في البيت. كويسة بالنسبة حتى جربت بالجدران كانت كويسة، جربت بالمعادن ممتازة، أدت أداء كويس. الأفضل منهم كلياتهم هو حق الكمبروسر. ممكن واحد يستأجر كمبروسر ويجيب المسدس تبع الرش، بالمسدس بترش فيه، جدا ممتاز، وفي له عيارات
توسعة، كبير، صغير، حسب ما بترتاح. وبالنسبة للمقادير اللي أنا كنت أستخدمها بالعادة، بالنسبة للدوكو بشكل عام بستخدم المكيال بويا مع نصف مكيال إلى ربع مكيال، حسب بدك إياه قوي ولا خفيف. تقديريا يعني تسأل أي واحد بقول لك تقديريا. في منهم بحطوا مكيال بمكيال بصير أخف، حط مكيال بنص مكيال كويس بيطلع، أو ربع تقريبا بيطلع أقوى. بالنسبة للزيتي طبعا بتخلي مكيال دهان مع ربع مكيال تينر، يعني أقل نسبة التينر مع نسبة البويا بشكل عام، أو بنزين طبعا يستخدم البنزين عليه. وفي نوعية كمان اسمها البودر الحراري. طبعا الحراري في حق السيارات سائل بنحط بالحرارة، بس هذاك حرارته يعني حول 60 درجة، يعني ما هي ذيك الحرارة العالية. البودر لا، حرارته حوالي 300. هو ايش نوعيته؟ بودرة برشوها على المعدن وبدخلوها الفرن وبتسيح، بتصير طبقة بويا لامعة قوية مقاومة. السيئة فيها إذا كان فيه صدى الحديد سابقا أو مش نظيف بصير ينفخ بس. أما كبويا جدا ممتازة، وبتقدر تعمل طبقة دهان فوقيها كمان، يعني ميزاتها حلوة. أنا راح أترككم مع بعض اللقطات أنا صورتها سابقا بمحل بويا حراري اللي هو بويا البودر. وصلنا هون على محل البويا الحراري، خلينا نشوف البويا الحراري كيف بتتم ومراحلها، لأنها راح تختلف كثير عن البويا العادي اللي هي السائلة. أول اختلاف هو المادة اللي بنرش فيها المعدن، هذا هي بودر. هاي البودر تيجي على الحديد، برشوها على الحديد، بس تدخل الفرن هون بتسيح هاي المادة وبتعلم بالحديد. تماكينة الرش تختلف. رش البودر هاي هنا أول شيء بينظفوا المعادن سواء ألمنيوم أو حديد، بينظفوها، بعدين بيعلقوها هون تعليق، برشوها بالبودر. أنا أشوف كيف البودر بينرش. هذا مرشوش بودر، ما نقدر نلمسه هسه. الله يعطيك العافية. هون بعد ما تطلع من الفرن بتصير هون، شوف هاي ساخنة ولا لا باردة، ما شاء الله. هاي تيوبات، لا باردة مش ساخنة، انتظروا عليها شوي حتى تبرد. هاي إلنا هاي إلنا، شوف ما شاء الله كيف طالع شكلها. طبعا شيء كويس انك تختار اللون مباشرة، بيعمل لك اياه رش مباشرة، لا بتحتاج لكر ولا بتحتاج تنر ولا بتحتاج اي شيء. فورا رش البودر وبيطلع لك اللمعة، بتطلع سواء انت اخترته مطفي ولا اخترته محبب خشن، اللي تبغاه اللي بتبغاه انت كله موجود هنا. فورا بس عليك تختار رقم حسب ما بعطوك اياه. شوف الارقام هاي، كل لون له رقمه. هذا خشن، هذا اللي بيسموه الخشن، وهذا محبب، هذا مطفي، وهذا لامع. تختار اللون وفورا بيعملوا لك اياه، لا بتحتاج تنر ولا بتحتاج شيء. في احدى ميزاتها هاي البوية، تقدر تدهن فوقها مثلا اشكال الوان، تعدل عليها، ما في اي مشكله، لان هي عامله طبقه زي طبقه البلاستيك تقريبا. طبعا بشكر اخونا ابو محمد انه سمح لنا، الله يعطيك العافيه سمح لنا ان نصور عنده هون، وكان خذوا راحتكم، الله يعطيك العافيه.